أهلا بكم طلبة الصف الرابع الابتدائي، ومع مادة جديدة أول مرة ناخدها وندرسها، هي مادة الدراسات الاجتماعية. طبعا ده بالنسبة للطلبة اللي كانت في سنة أولى وثانية وثالثة ابتدائي، هيبدأ يدرسوا في سنة رابعة ابتدائي مادة جديدة هي مادة الدراسات الاجتماعية. مادة لذيذة ومادة شيقة. في مادة الدراسات الاجتماعية لسنة رابعة ابتدائي هنتكلم عن بلدي مصر، وهنتكلم في مصر عن أولا في كل شيء، سواء كان موقعها أو كان حدود الجغرافية أو سطح مصر أو مناخها أو سكانها أو توزيع السكان. وهتكلم عن بعض المعلومات التاريخية زي إزاي الإنسان المصري استقر في الوادي، والوحدة بين أقاليم مصر القديمة، عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. تعال ناخد أول درس ودرس التمهيدي، الدراسات الاجتماعية وأدواتها. هل أنا محتاج أعزائي الطلبة أدوات عشان استخدمها في الدراسات الاجتماعية؟ الدراسات الاجتماعية المادة بتاعتي هتكلم عن أول درس، الدرس التمهيدي، هتكلم فيه عن الأدوات اللي بتستخدم فيها الدراسات الاجتماعية. أولا، هي مادة الدراسات الاجتماعية بتساعدني في التعرف عليه. أنا اتكلمت إني في المادة ديت هتكلم على إني هدرس مصر بجميع النواحي، شكل سطح مصر، المناخ لمصر، تاريخ مصر، وعلاقة مصر بالدول الأخرى. تعالى زي ما اتكلمنا بنعرف إيه هي الأدوات، إيه هي الوسائل اللي ممكن أستخدمها أنا كطالب عشان أبدأ أتعلم مادة الدراسات الاجتماعية. محتاج يكون معايا إيه؟ محتاج يكون عندي إيه عشان أتعلم مادة الدراسات الاجتماعية؟ أولا، محتاج يكون معايا خرائط. الخريطة اللي هي الصور اللي بنشوفها في الكتب على شكل مصغر لسطح الأرض على ورق. محتاج يكون معايا مكتبة فيها مجموعة كتب عشان أثقف نفسي وآخد معلومات كتيرة. محتاج إن أنا أقوم ببعض الرحلات، يعني آخد باص أنا وزمايلي وأبدأ أتحرك في المكان اللي أنا هدرس فيه. زي مثلا لما أجي أتكلم عن الأهرامات، أروح أشوف الأهرامات وأشوف مكانها فين وأشوف شكلها إيه واتبنت إزاي. الرحلة أو اسمها الرحلات الميدانية دي مهمة جدا بالنسبة لي كطالب، عشان المعلومة بتثبت في دماغي وما بتتغيرش. محتاج يكون معايا ايه ادوات تاني في مادة الدراسات الاجتماعية؟ محتاج يكون معايا كرة ارضية، شكل او نموذج للكرة الارضية، سواء كان اللي هي الاشكال المجسمة اللي بتتباع في المكتبات العادية. محتاج يكون عندي كمبيوتر طبعا مزود بالانترنت. محتاج يكون معايا اطلس جغرافي. الاطلس يعني مجموعة خرائط مع بعض البلدان المختلفة، اكتر من دولة. الاطلس يعني مجموعة من الخرائط بمختلف انواعها، يعني ليها انواع مختلفة وليها مقاييس لاي مكان على سطح الارض. يعني ايه مقاييس؟ يعني بقيس سطح الارض بالكيلومتر، وازاي اصغر الكيلومتر ده بالسنتيمتر على الخريطة. تاني، يعني ايه اطلس؟ اطلس يعني كتاب كده مجموعة من الخرائط جواه. الخرائط دي ليها انواع مختلفة واشكال مختلفة، كل خريطة بتختلف مقياسها عن الخريطة الاخرى. يعني ايه؟ يعني في مساحات بقيسها على الارض بالكيلومتر اصغرها للسنتيمتر، في مساحات بالميل وده اكبر بصغرها بالسنتيمتر. دي كان بالنسبه للادوات اللي بستخدمها في ماده الدراسات الاجتماعيه. طيب، لما اجي افرق بعد كده بين الصوره والخريطه، ايه الفرق بين الصوره والخريطه؟ الصوره اللي انا بصورها بين آلة التصوير، وبين الخريطه اللي بتترسم. الصوره هي لقطه لجزء من سطح الارض، هي لقطة لجزء أو لقطة كده، هي لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة التصوير اللي هي الكاميرا. بتظهر الأشياء في الصورة كما هي في الحقيقة. الصورة بالظبط بتوضح لي اللي موجود في الحقيقة. طيب، مفهوم الخريطة؟ الخريطة هو رسم، أنا برسم بوضح حتة من سطح الأرض أو لسطح الأرض كلها باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومقاييس رسم محددة. أسمع تاني، يعني الخريطة ممكن يجي لي سؤال بيقول لي ما المقصود بالخريطة؟ الخريطة هو رسم، يعني أنا اللي برسمها، بيوضح إيه؟ سطح الأرض أو جزء من سطح الأرض. طب بستخدم في إيه في الخريطة بقى إيه اللي بستخدمه على الخريطة؟ بستخدم فيها الرموز، الرمز زي المثلث، المربع، الدايرة، الألوان اللي هو الأصفر والأخضر والأحمر،
بستخدم فيها مقاييس رسم قلناها قبل كده، اللي هي المقياس اللي هي بالكيلومتر واحولها ازاي بالسنتيمتر. هنا اعزائي الطلبه مهم جدا ان نوضح الفرق بين الصوره والايه والخريطه. يبقى انا خدت كده اول حاجه الادوات اللي بستخدمها في تعليم الدراسات الاجتماعيه. اتنين، وضحت الفرق بين الصوره والخريطه. الصوره انا باخدها بآلة، الخريطه انا برسمها بايدي. طيب تعال نتكلم عن الخريطه بشيء من التفصيل شويه. ايه هي العناصر الاساسيه المهمه لقراءه الخريطه؟ لو انا قدامي اي خريطه، ايه اللي ممكن الاقيه قدامي عشان يوضح لي ان الخريطه ديت بتوضح عن حاجه معينه؟ لما اجي اتكلم مثلا اي خريطه مثلا بتوضح تضاريس مصر، ايه اللي انا شايفه على الخريطه؟ انا شايف اول حاجه عنوان الخريطه، خريطه تضاريس مصر، يعني بيقول لي الخريطه دي خاصه بمصر بس، ده عنوان الخريطه. اتنين، محتاج ايه ايه اللي شافه في الخريطه تاني؟ اللي شافه الخريطه مفتاح الخريطه. طب يا ترى ايه المفتاح ده؟ مفتاح الخريطه اللي هو المربع اللي ممكن يكون على ايد اليمين او الشمال على حسب مكان الخريطه. المفتاح ده موجود فيه رموز والوان، زي مثلا ممكن يعبر لي فيه عن ان اللون الاحمر بيعبر عن الجبل، ان اللون البني بيعبر عن المرتفعات، اللون الاصفر بيعبر عن الهضاب، اللون الاخضر بيعبر عن المنخفضات، المربع بيعبر عن العاصمه، حته كده دايره بيعبر عن مدينه هامه. اذا هنا مفتاح الخريطه يوضح لي كل شيء موجود في الخريطه. اشوف الخريطه تاني حاجه على ايد اليمين او الشمال اللي هي اتجاه الشمال، الاقي كده سهم، الاقي الفروع الاساسيه للخريطه اللي هي اتجاه الشمال، يعني بيقول لي عدله الخريطه او اتجاه الشمال للخريطه من الناحيه دي بس. يعني الخريطه عدلتها من الناحيه دي، المكان اللي بيتجه فيه السهم اللي فوق هو المكان اللي فيه اتجاه الشمال، يعني شمال الخريطه، شمال جنوب شرق غرب، اللي هي الفروع الاساسيه للخريطه. طيب هبص على الخريطه الاقي في حاجه تاني اللي هي مقياس الرسم، وانا وضحته قبل كده. مقياس الرسم الاقي ايه على الخريطه؟ مكتوب مثلا على الخريطه من 0 ل 100، ومن 0 كل 100 كيلومتر على الطبيعه بيساوي 1 سم على الخريطه. عشان كده الخريطه بالنسبه لي هي شكل مصغر بالنسبه للعالم اللي انا عايش فيه. تعالوا نتكلم عن واحده واحده بشيء من التفصيل. عنوان الخريطه ده بيوضح اللي بتحتويه الخريطه من بيانات، ماشي. اتنين، مفتاح الخريطه اللي هو مهم ليه؟ لانه بيساعد على قراءه وفهم الخريطه. طب ما المقصود بمفتاح الخريطه او دليل الرموز والالوان؟ مجموعه من الرموز والالوان يوجد في احد اركان الخريطه داخل مستطيل او مربع. انا ببدا اشرح تاني بس بطريقه علميه شويه، انا وضحت بطريقه عامه اللي هي عناصر اساسيه، بعد كده هبدا اوضح تاني عناصر الخريطه بطريقه علميه. وضحت ان عنوان الخريطه ده مهم اللي يوضحه من بيانات، اما مفتاح الخريطه مهم عشان هبدا يساعدني على القراءه وفهم الخريطه، وده مجموعه من الرموز والالوان. ممكن تكون ايه الرموز والالوان دي؟ ممكن تكون اشكال هندسيه زي ما وضحت قبل كده، ممكن تكون رسوم زي مثلا طياره، مركب، هلال، صليب، اتوبيس، وكل شيء بيعبر عن حاجه في الخريطه. ممكن تكون الوان بانواعها وانا وضحتها قبل كده. لما اجي اتكلم عن اتجاه الشمال، اتجاه الشمال ما المقصود باتجاه الشمال؟ ده سهم يوجد في اي خريطه يشير دائما الى اتجاه الايه؟ الشمال اللي هي الامام. طب اهميه سهم اتجاه الشمال ليه؟ ده بيساعدني في ان انا احدد باقي الاتجاهات، لان انا لما اعرف الشمال احدد الجنوب واحدد الشرق واحدد الغرب. طب وايه هي الجهات الاصليه؟ الجهات الاصليه كاني واقف بالظبط، راسي هي الشمال، رجلي هي الجنوب، ايدي اليمين هي الشرق، ايدي الشمال هي الغرب. يعني الاتجاه بتاعي اللي هو الشكل الصليبي دوت هو الشمال اللي هو الشمال اللي هو الراس. بعد كده عندي الجنوب اللي هي ناحيه الاسفل، في الجنوب الرجلين، الشرق اللي هي ايدي اليمين، الغرب اللي هي ناحيه الغرب. فانتبه لحاجه مهمه، اتجاه الجنوب عكس اتجاه الشمال، واتجاه الشرق عكس اتجاه الغرب. طبعا كل واحده عكس الثانيه، الشمال عكس الجنوب والشرق عكس الغرب. لما اجي اتكلم عن الجهات الفرعيه، ايه هي الجهات الفرعيه؟ طب انت وضحت لي الجهات الاصليه، ايه الجهات الفرعيه؟ نبص شويه اعزائي الطلبه على الشكل. لما اجي اوضح كده الشكل قدامي، الحته اللي هي طالعه ما بين الشمال والشرق فبقول اسمها شمال شرق، والحته اللي طالعه ما بين الشمال والغرب اسمها شمال غرب. يبقى بقول الاساسي، بعد كده الفرعي. الاساسي اللي هو الشمال، الفرع اللي هو ايه؟ سواء كان شرق او غرب. هنزل في الناحيه الجنوب، الحته اللي ما بين الشرق والجنوب
هقول شرق جنوب ولا اقول جنوب شرق؟ هقول طبعا جنوب شرق لان عندي اساسي اللي هو جنوب شرق. طيب الحته اللي ما بين الجنوب والغرب هقول ايه؟ اقول غرب جنوب ولا اقول جنوب غرب؟ لا، هقول جنوب غرب. يبقى عندي هنا الجهات الفرعيه اعزائي الطلبه اللي هي شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب. طيب لما اجي اتكلم عن برضو حاجات من اللي بشوفها على الخريطه اللي هي مقياس الرسم. مقياس الرسم يعني النسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه، زي ما وضحت قبل كده. يعني بقيس بالكيلو متر مربع على الارض اللي انا بمشي عليها واصغرها الى 1 سم مثلا على الخريطه او نص سم على الخريطه على حسب. فهنفترض مثلا ان المدرسه، مدرستك وبيتك هي 500 متر. طب عايز ارسم المدرسه والبيت دي على خريطه، اعمل ايه؟ الضروري لازم استخدم مقياس رسم مناسب. هفترض ان كل 1 سم على الخريطه اللي هي الورق اللي انا برسم عليه الخريطه بيساوي 100 متر على الطبيعه. يعني اقيس متر على الطبيعه بيساوي 1 سم على الخريطه. واذا فان طول الطريق بين الاثنين على الخريطه يبقى 500 على 100 يساوي 5 سم. يعني الكلام ده لو فرضنا ان المسافه بين المدرسه والبيت 500 متر وعايزين نرسم خريطه للطريق بين المدرسه والبيت، نعمل ايه؟ لازم عايز اعرف الخريطه اللي هرسمها ازاي. هختار مقياس رسم مناسب وهفرض ان كل 1 سم انا برسمه على الخريطه الورق بيساوي 100 متر على الطبيعه. تمام. طب طول الطريق بين الاثنين كام؟ هاخد ال 500 متر اللي هي المسافه بين المدرسه والبيت هقسمها على ال 100 متر اللي هي افترضت اللي هي تكون على الطبيعه يساوي 5 سم. يعني المسافه بين منزلك ومدرستك على الخريطه يساوي 5 سم. ده كان بالنسبه لمقياس الرسم. يبقى مقياس الرسم بالبسيط خالص كده هو الشيء المصغر اللي على الخريطه يقابله شيء كبير على الطبيعه. انا عايز ارسم شارع كبير، هرسمه ازاي احبائي الطلبه؟ لازم افترض له مقياس رسم صغير. يعني اقول ان الشارع ده طوله 100 متر يبقى بيساوي 1 سم على الخريطه اللي هرسمها بايدي. ما انا مش معقول ارسم الشارع كله على ورق، مفيش ورق كبير جدا هيكمل الورق اللي انا برسم عليه، فلازم اصغره بنسبه 1 سم الى ما يقابله 100 سم على الخريطه. وعندي مقاييس الرسم تكتب باشكال مختلفه، ممكن تكون على اساس شكل بياني، يعني يكتب من 1 الى 10000 سم من الى الشكل البياني اللي هي شكل ارقام يعني. وممكن يتكتب او يترسم المقياس الرسمي على شكل خطي، يعني يترسم كده مستطيل ويبدا يتكتب فيه 0 100 200 300 400 كيلومتر. طيب ايه هي اهميه الخريطه في حياتنا؟ هل الخريطه مهمه؟ طبعا مهمه جدا، وبيجي سؤال بنتعرف عليه اسمه سؤال بما تفسر. وبما تفسر ده يعني اذكر السبب، يعني وضح هي ليه كده. وكلمه بما تفسر دي او سؤال بما تفسر ده سؤال بيتكرر معايا من رابعه ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. سؤال بما تفسر يعني اذكر السبب. ايه سبب اهميتها؟ ليه مهمه؟ وانا بتكلم عن سؤال بما تفسر بقول هي ليه كده؟ اهميه الخريطه هي ليه مهمه؟ اولا لان الانسان بتساعده على انه يتعرف على المكان والموقع. الخريطه مهمه. لو انا رايح مكان معرفوش ممكن بالخريطه اعرف المكان اللي رايح فيه عن طريقها. الخريطه مهمه عشان بتساعد المعلم او المدرس انه يشرح في المدرسه. لو مدرس عايز يشرح عن مصر، مكان البحر الاحمر فين والبحر المتوسط فين والمدينه دي فين والمحافظه دي فين، فمش هيستخدم غير الخريطه، ما يعرفش يشتغل المدرس غير من الخريطه. الخريطه زي ما هي مهمه بالنسبه للمدرس هي مهمه بالنسبه للتلميذ في ان هو يذاكر ويفهم ويتعلم صح. كما ان الخريطه ممكن يستخدمها الراجل اللي هو بيطير في السماء اللي هو راكب طيار، او السائح لو هو دخل السائح اللي هو الراجل الاجنبي اللي جاي دوله او مكان مش عارف المكان ده، فبيستخدم الخريطه عشان يعرف المكان اللي هو عايز يوصل له. وبكده اعزائي الطلبه خلصنا اول جزء من الدرس التمهيدي. خدت فيه هذا الدرس ايه الادوات اللي ممكن استخدمها في الدراسات الاجتماعيه، خدت ايه هي عناصر الخريطه وايه هي اللي ممكن اشوفه على الخريطه وايه هي اهميه الخريطه. شكرا لكم والى اللقاء.